طبعا مستمرين نحن بمناسبة يوم العالمي وعيد الأم بشهر آذار. نقدر نتواصل مع كل اللي عم يشوهوا بالفن المرأة اللبنانية والعربية. وأخيرا كان معنا الفنانة رولا ياموت. مساء الخير. مساء النور. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله بخير. معك طارق أبو زينب من برنامج حديث الجنوب إذاعة الشرق. رولا، اليوم كتير الناس بتتحدث انت باي شيء بتحطيه على السوشيال ميديا ولا اي فيديو، وهذا باعتراف كل الناس والصحافي بتاخدي اعلى نسبه، فشو بتقولي لكل اللي عم بيقدروا يشاهدوكي ويتابعوا معك؟ بدي اقول لهم لو ما انتم انا ما وصلت لهون، ما وصلت لهالشهره، ما صرت نمبر 1 على السوشيال ميديا. بدي اقول لهم بدعمكم ومحبتكم لإلي، انتم عائلتي ما عندي اياها. نعم. بدي اتكرم كثير من كل لحظة، هيدي بموضوع عائلتي ما عندي اياها، هيدي شو قصدك فيها؟ يعني انه انا ما عندك عائلة؟ ما قصدت ما عندي عائلة، ولكن انا حربت من عائلتي كثير. نعم. أنا من قبل ما أعرف على عالم الشهرة، أنا خريجة إعلام من الألقيو، وكنت أشتغل بالصحافة سنوات بمجلس النواب اللبناني، وحربت كتير. طيب رولا، خلينا نحكي يعني بالتفصيل ومباشر. مين حاربك او ليش حاربوك؟ يعني انت انسانه اثبتي يعني انه قدرتي مين يتابعك وصار عندك متابعين كثير وفتي بعالم الشهره. هلا كيف تتصنفيها عالم الشهره؟ هلا بنحكي فيها بين هلين، هو بالاغراء، هو بالحقائق الجنسيه، هذا موضوع ثاني. لشو حاربوكي اهلك؟ يمكن ما بحبوا انه انا بنت معلمه ومخرجه وعندي بوست مرتب ومحترم بمجلس النواب، مش مين ما كان في هون بديبارتمنت العلاقات الدوليه الخارجيه بمجلس النواب. يعني بتقولي ان حدا من اخواتك منهم، كل اخواتك منهم متعلمين، هيك بتقصدي؟ لا، في عندي اخت الثانيه كمان معي كانت بالجامعه طيب هيفا بالتحديد، هيفا شو هيفا؟ الفنانه هيفا وهبي، من وجه لها التحيه. شو صار؟ انا بوجه لها شيء. طيب اوكي، شو صار اليوم بينك وبينها؟ ما كفت جامعة، وهي رفع علي كتير دعاوي بلا طعمة وما إلها، يعني كلها اتهامات باطلة وكلها كذب وافتراء. يقال رولا انه انت شوهتيها كمان لهيفا. شوهتها؟ وشو ايه، انه شوهتيها من ناحية الاعلام، حكيت عنها، فوت كتير بخصوصيات لا صحيح ولا لا؟ لا يعني هيك بالصحافه كتبوا انه، وبتطلع كتير انت تهجمي عليها وهيك، هل صحيح ولا بدنا نعرف الحقيقه؟ بس لا، بالصحافه بتعرف بعض الصحفيين كمان نظلم الكل، عايشين شاوي، وثانيا اذا ما عندهم ادله على الاشياء اللي عم يحكوها يخرسوا يندبوا بالبيت وما يكونوا صحفيين ولا اعلاميين. انتبهي رولا، انا ما بتبنى كلامك هيدا. هذا اعلام. طيب شو رايك ببرنامج حديث الجنوب؟ بتعرف يعني ما فينا نحكي فيه، سايدة حبيبة قلبنا. تسلمي. والبرنامج بجنن، وانت حبيب قلبي وعلى راسي. تسلمي. وانت ان شاء الله اطلع لعندك على الاستوديو ونعمل حل، يعني نعمل فيك بالتفصيل. نعم اكيد، بس بدي اقول شغله بمناسبه يوم المراه العالمي اللي قطع وعيد الام. شو عملت رولا ياموت اوكي شيء للمراه اللبنانيه والعربيه؟ انا مبدئيا عندي يعني شيء مشغوله بغير اشياء. بتشويه المراه بالمايو، تطلع بالمايو تشويه المراه يا رولا؟ بشو؟ باردون؟ بشو مشغوله؟ يعني اليوم في كتير ناس قالوا انه رولا ياموت شو عملت لليوم المراه العالمي. انا بحكيك باسئله المستمعين والمشاهدين، عرفتي؟ هن ناطريني انا يعني اعمل انه هيدي يعني سوري واجباتي. انه بدل ما تطلعي والله انه والله رولا يعني بتحط صوره، بتحط شيء على الفيسبوك انه شيء تشويه للمراه بالمايو. طيب انت اليوم وين؟ نعم. اي مرة انا ما قربت خطأ، هيدي صورتي لإلي انا. صورتك انه بعرف انه انت اليوم انت اليوم صرت مشهوره كثير، فليش ما بتعملي شيء اجتماعي انساني؟ ما بتطلع بالمايو، ما بتعملي يعني بتعملي شيء انساني اجتماعي، بدل ما تعملي شيء اغراء وتعملي شيء انحلال. حلو، ما حدا بيجي بيقول لي شو تعملي شو ما تعملي، كل واحد يكون مسؤول عن افعاله لوحده، ما يتدخل بغيره. طيب رولا، انت راضيه عن حالك تطلع هيك بالمايو عادي؟ عادي، كثير مبسوطه والحمد والشكر لله رب العالمين، عم يعطيني اكثر ما بستاهل. طيب شو رايك بمريم كلينك بالنسبه للفيديو كليب تبعها وخاصه جول؟ نحن بنعرف شو عليتك بمريم كلينك. بس طيب ما انت نفس الشيء، ما انت بتلبسي اغراء مثلها وعم تتنافسوا مين عنده اغراء اكثر.
باردون. يقال انه في منافسه بينك وبينها، مع العلم انه انت عندك فيوز اكثر، متابعين اكثر. أكبر مني ب20 سنة. منافسة شو باردون؟ منافسه على الفيوز، لا مش على الجمال. آه، نحن عم نحكي مثل ما كل مستمع، كل مشاهد بتابع، كل حدا بده يعرف. أنا لا أقارن فيها، هي من عهد وجيل تقريبا هيفا. تعامل مع أكني بناس أكبر مني ب15 و20 سنة. ثاني شيء أنا بقدم غير كتير عن اللي حضرتها بتقدمه، والدليل ريسنتلي على الفيديو كليب اللي قدمته حضرتها وراحت فيها أحباش ومنع سفر وإكسترا. أنا ما بعمل هيدا الشيء. بس رولا الفيديو كليب اللي عملتيه انت يعني شيء فاضح بالمره، عرفتي؟ هي عملت فوات الجول. كلمات إباحية كانت؟ لا بس هو كان تمثيل اباحي. باردون؟ تمثيل اباحي، وتفاجئوا اللبنانيين انه ليه ما توقفت اصلا بالقضاء، يعني تفاجئوا اللبنانيين. عربي أكيد، وبتعرف المفردات وبتعرف الفرق بين إباحي وإغراء ويحمل المرأة. نعم. بتشوه المفردات. اللي بدي أقوله شيء تاني، هل في مشروع جديد هو فن حقيقي بدون تشويه لجسد المرأة؟ يعني ما في مايو، في لبس كامل، في شيء هيك فن حقيقي لرولا ولا؟ صارت عم بتشوه المرأة؟ لا، انه اليوم اوفر، اليوم لابسه انت من 3 ايام نزلوا على كل الاعلام لابسه مايو يعني شفاف كتير، ما بيسوى يعني شيء. انا برايي هن الاعلام انتقدوك والصحف انتقدوكي. شوه صورة المرأة؟ ايه طبعا. انت بتفكر؟ لا انا عم احكي بلسان المستمعين رولا، عم احكي بلسان المستمعين والمتابعين. منيح، تكمل معك المقابلة. يلا باي. مرة تانية برنامج حديث الجنوب استطاع وقدر كمان ياخد تصريح من رولا ياموت ويسألها عن التشويه للفن وللمرأة في لبنان، وكمان استفزت للأسف بفكرة مواجهة، وكانت نتيجة أنه سكرت الخط. حصريا رح ينزع هذا التصريح على إذاعة الشرق برنامج حديث الجنوب وموقع صيدا أونلاين. كان معكم أنا طارق أبو زينب، معد ومقدم برنامج حديث الجنوب.